الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل القوة، قفل 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 قفل، ما فيناش كامل وما فيناش مال، تاني ماني ايه ده الدنيا ربيع، الدنيا ربيع الدنيا ربيع، الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل القوة، قفل 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 قفل، ما فيناش كامل وما فيناش مال، تاني ماني ايه الدنيا ربيع، الدنيا ربيع الدنيا ربيع. الشجر الناشف بقى ورور، خضر بقى لعب متهور، الشجر الناشف بقى ورور، خضر بقى لعب متهور، واحنا نفرفش النهار دلوقتي ولا في سبتمبر. قالك ايه قالك قالك ايه قالك قالك ايه قالك قالك ايه قالك فرفشه اليوم ما تاجلهاش للغد، واللي هنظبطه مهموم والطحن زعل منه بجد، ودنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع، قفل 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 قفل، ما فيناش كاني وما فيناش ماني، ماني ماني ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع. حد شاف ربيع والنبي يا جماعة؟ الجو بديع ايه بس، ده صيف صيف يعني. ده احنا خلاص هنجهز شنط المصيف وننفخ العوامات. عموما كل سنة وانتم طيبين. قولولي بقى، شميتوا النسيم فين؟ على الكنبة زي حالاتي، ولا خرجتوا، ولا عملتوا ايه؟ بس انا حاسة ان اليوم ده ما بقاش زي زمان. لما كنت صغيرة كان لازم الورد البلدي الجميل وريحته الخطيرة يبقى موجود، والحرنكش والملانة والبيض الملون، كل بيضة بلون شكل، والترمس والفول والحلبة والفسيخ والملوحة اللي دلوقتي لمن استطاع إليه سبيلا. كيلو الفسيخ وصل 800 جنيه. ليه؟ مش عارفة، الحرب برضو والبنزين رفعوا الكلام ده. هو انتوا بتخللوه في البنزين ولا ايه؟ والله الواحد معارف يقول ايه. مش مشكلة، مش واكلين فسيخ. يلا بينا نبدأ الفيديو. يا مساء الأنوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي كتير يا جماعة. فجأة كده وبدون مقدمات، فيلم برشامة بقى حديث السوشيال ميديا. الفيلم بيعتمد على فكرة بسيطة لكن مش تقليدية، وقدر يلفت الأنظار بسرعة رهيبة، وده اللي خلاه ينتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي. وبعض من المشاهد كمان اتقص منها مقاطع وانتشرت على التيك توك وفيسبوك، وده زود الترند اكتر وخلى ناس كتير تتكلم عنه حتى لو ما شافوش الفيلم بالكامل. والمفاجأة بقى انه حقق يوم الحد اللي فات ليلة شم النسيم 7 مليون جنيه تقريبا، وقفز بإجمالي إيرادات بعد 26 ليلة عرض إلى 164 مليون و357 ألف جنيه، وده رقم مش شوية يا جماعة. والجميل بصراحة في الموضوع وجود الثنائي مصطفى غريب وهشام ماجد مع بعض في الفيلم ده، واللي كانوا مكسرين الدنيا في مسلسل أشغال شقة الموسمين مع بعض. الاتنين بصراحة بينهم كيميا حلوة قوي، وانا عن نفسي بحبهم. بيشاركوا في الفيلم برضو او بيشاركهم في الفيلم ريهام عبد الغفور وحاتم صلاح وباسم سمرة وعارفة عبد الرسول والفنان كمال ابو ريا وميشيل ميلاد، وتأليف احمد الزغبي وشيرين دياب واخراج خالد دياب. بتدور احداث الفيلم في قالب كوميدي داخل لجنة للثانوية العامة منازل، ويوم امتحان مادة اللغة العربية، واللجنة فيها مجموعة من الشخصيات المختلفة، طبعا وسط فوضى وفساد وغش جماعي ومحاولات من الأهالي إنهم يساعدوا أولادهم على الغش بكل الطرق في إطار كوميدي طبعا. والظريف إن المشرف على اللجنة أثناء الامتحان بيغمى عليه، وبيحاول الطلاب انهم يخفوا الامر على امل انهم يغشوا يعني، والمشكله انهم اغبياء ومحدش منهم عارف الاجابات اصلا. لكن في اللجنه طالب واحد بس، هو هشام ماجد، هو اللي منضبط ومتفوق. وهنلاقي كمان ابن العمدة الغبي اللي مصمم على النجاح بأي تمن، والرقاصة اللي عايزة شهادة بأي طريقة علشان تشتغل برا مصر. ومن ضمن الطلبة كمان ست عجوزة عندها يجي 60 سنة بتطمع في زيادة معاشها، ومجرم سابق عايز ينجح علشان يتجوز، يعني كله على الله حكايته. وبيتحول الامتحان لكارثة كوميدية بمعنى الكلمة.
ناس كتير شكرت في الفيلم وقالت كنا محتاجين حاجة كوميدية زي دي من زمان ما ضحكناش الضحك الهستيري ده. فيلم خفيف الدم جدا وبيقدم ضحك مختلف وأطفالنا حبوه وإنه عائلي وما فيهوش أي إيحاءات، والدليل على كده شباك التذاكر اللي ما شاء الله كان على آخره، ده غير جودته واحترامه للجمهور وللصناعة. وفي ناس فكرت إنها تدخله تاني لتاني مرة يعني، ولكن في ناس تانية شافت الفيلم بوجه تاني خالص، ومن ضمنهم بعض النقاد وإنه ما ينفعش يتعرض أصلا وغير مناسب للأسرة عموما. وليه الدين يدخل في الكوميديا أصلا؟ الدين هي وصلت لكده. تعالوا بقى اقول لكم ايه اللي حصل. هو للأسف الفيلم فعلا كان فيه تجاوزات وهزار في الدين، وده كان واضح جدا على لسان ابطاله، كلمات في النص معرفش اصلا ازاي الرقابة سمحت بيها. يعني لو بصينا مثلا على هشام ماجد وهو خليط من فلاح على متدين بشدة على شاطر وبيذاكر، فكل اللي معاه عايزين يغشوا لانهم ابيض ومش عارفين حاجة، فهو طبعا بيرفض انهم يغشوا. لازم تحصل بقى حوارات تخص الدين، وبصراحة هي تعدت الحدود. يعني مثلا هشام ماجد بيقول لحاتم صلاح اللي هو بقى زعيم الغشاشين في اللجنة، طبعا انتم كده هتخشوا النار. يرد عليه حاتم صلاح ويقول له ايه الاصرار اننا ندخل النار، هيدوك بونص. معلش هنا بقى هما مين اللي هيدوا هشام ماجد بونص عشان يجيب ناس تدخل النار؟ هل استغفر الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى ولا الملائكة ولا مين المقصود بالكلمة دي؟ ما هو ربنا هو اللي هيحاسب البشر وهو اللي هيدخل الناس الجنة او النار. فالحقيقة الجملة دي كانت صدمة، ولو المسؤولين عن الفيلم مش عارفين خطورتها فأكيد يعني فيهم واحد فاهم يقول لهم الجملة دي غلط وما تنفعش ومعناها في تجاوز. تاني وأخطر إفيه بصراحة ست عجوزة اللي هي عارفة عبد الرسول بتطلب وبتترجى هشام ماجد إنه يسيبهم يغشوا في اللجنة، فبيرد عليها هشام ماجد ويقول لها انت لو عايشة في عصر النبي كان نزلك صورة زي صورة أبو لهب. طب بالله عليكم حاجة زي دي تعدي ازاي؟ بصراحة تشبيه ما ينفعش يتاخد حتى لو بحسن نية خالص. كمان زعيم الغشاشين حاتم صلاح بيسأل الناس حد عارف إجابة أي سؤال في الامتحان، فالكل سكت، فقام قايل يا جماعة ايه الصمت ده، حد يكسر الصمت ده بتمرة. طبعا كمية الضحك يا سلام، كلنا عارفين اننا في رمضان بنكسر صيامنا بتمرة، أسوة برسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. فليه ذكر الإفيه ده في موضوع ناس بتغش؟ وهل الإفيه ده مضحك للدرجة دي يعني وإننا مش قادرين نشيله من الفيلم؟ ده غير الكلام في اللجنة بين أبطال الفيلم عن مفهوم الخطأ والتوبة وكده، فواحد منهم بيرد ويقول أنا ياما غلطت وتوبتي اتقبلت تاني يوم. ايه ده بقى يا جماعة؟ ايه الاستخفاف والاستظراف اللي بيتقال في اي حاجة تخص الدين؟ مش عارفة انتم عايزين توصلونا لايه بالظبط؟ وهل الناس بتتفرج وتضحك وهي مش فاهمة؟ لان لو فاهمة هتبقى مصيبة ومصيبة كبيرة كمان، لان طبعا الافيهات دي بعد ما بيتفرجوا على الفيلم بيطلعوا يقولوها بره مع اصحابهم مع اهاليهم مع جيرانهم سواء كبار او اطفال، هتبقى في بقهم على طول. واحنا شعب ما شاء الله بيموت في الافيهات، بس مش كل الافيهات تنفع تتقال خصوصا لو في الدين ولا ايه؟ واللي عايزة اقوله ان برشامة نجح انه يخلي الكل يتكلم عنه، وده في حد ذاته نجاح. والسؤال هنا يعني انتم شايفين انه فيلم جامد ويستاهل انكم تشوفوه ولا ترند مؤقت وخلاص؟ اكتبولي وقولولي رأيكم في الكومنتات. وهل انتم راضيين عن الافيهات اللي خاصة بالدين اللي اتقالت جوه الفيلم ولا لا؟ انا منكرش انه جاب ايرادات كبيرة في وقت قصير، بس ده ما يخليناش ننسى اصول ديننا وان احنا في خطوط حمراء ما ينفعش نتخطاها. وكده خلاص خلاص الترند بتاعنا النهارده، ويلا بينا على فزورة الفيديو. الفزورة بتقول كم مرة احتلت مدينة القدس؟ يلا مستنية اجاباتكم، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم اللي بيرفع الفيديو، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ودوسوا على علامة الكل عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. باي باي.